مالي. نعم. أنتم يعني كما ذكرنا ذلك مجموعة مصرفية أفريقية تستثمرون ربما في جميع الدول الأفريقية، خاصة في شمال أفريقيا في تونس وفي ليبيا، ولكن لماذا قفزتم ولم تستثمروا في الجزائر؟ لماذا لم تفتحوا فروعا للبنك في الجزائر؟ احنا كما قلت في 5 دول المغرب العربي موجودين ب4 دول. عندنا 3 بنوك بالمغرب وتونس وموريتانيا ومكتب تمثيلي بليبيا قبل الثورة بليبيا. وعندنا اهتمام بالسوق الليبي. السوق الجزائري كان من أول اهتماماتنا هذه 7 سنوات لما انطلقنا في استراتيجية إفريقية توسعية إفريقية. وهيئنا طلب بالبنك المركزي الجزائري، وإحنا الآن ننتظروا الموافقة على الطلب ديالنا هذه لمدة 7 سنوات. لم تتم الموافقة لا الموافقة ولا لا الرفض. إجابة لا رفضا. لا رفضا. وإحنا يعني متفائلين بأن المسؤولين بالبنك المركزي الجزائري والحكومة الجزائرية ربما تلبي هذه الرغبة لمؤسسة مالية مغربية اللي فتحت الأبواب ديالها لشراكة ما بين القطاع الخاص الجزائري والتجاري وفبنك بالمغرب، لأن احنا عندنا قابلية لكي نفتح هذا المشروع للقطاع الخاص الجزائري، لأن كاين هنالك حاجة ماسة لبنك مغربي جزائري لدعم وتقوية